بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نصور معكم شليضات مغربية الكل تعرفهم وتيجيو لذاذ، ويمكن لكم ترافقوهم مع مشاوي العيد الاضحى. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحة وبالرزيق وباش تتمناو. اول شلاضة هي الفلفلة ومطيشة، هذه معروفه وراه تجي لذيذه. هذه ألذ شلاضه عندي انا. اول حاجه عندي هنا واحد جوج فلفلات راني شاعله عليهم العافيه تنشويهم. المهم بقاو واقفين حداهم وتيتشواو كلهم، ونعملوهم في شي جبابنه ديال الزاج ونعطيوهم طبيصله الزاج. وها هي هذه الفلفله من بعد ما تشوات، دابا ندوزو نقيوها. وعندي هنايا واحد 4 ديال المطيشات غسلتهم حتى هما هنقيهم. بالنسبه للفلفله تنديرو هنا جبيبنا فيها شويش ديال الماء صافي، وتنبقاو نغسلو يدينا، هي ما تنقيسوهاش بالماء، لان الا مشيتو درتوها تحت الروبيني وبقيتو تغسلو فيها صافي ما تتبقى فيها حتى طيبه تتبسال. ها هي هادي شتي، عاد تنحلها. ها هي هادي الثانيه، صافي تنلوح ديك الماء اللي كان هنايا، تنعاود ندير ماء نقي، تنحيد لها هذا الراس هكذا ونحلها بهذه الطريقه صافي، ونهبط الزريعه لديك صافي، تنبقى نشلل يدي. هاي ما فيها حتى شي حاجه دابا. وهكذا غنصاوب الثانيه حتى هي. دابا نقيو مطيشه، ناخذ واحد الصفايه صغيره ونلوح فيها هاد الزريعه ونخليه ديك الماء هو اللي يهبط لي في الزلافه. انا محتاجه هي ديك الماء هذه حيت الزريعه ديالها مصفره. الا كانت شي مطيشه الزريعه ديالها حمراء ديروها بزريعتها. صافي ونبقى مستمره هكذا تنسالي ديك مطيشات اللي عندي ونرجع معاكم. دابا نقطعوا الفلفله على الطول بهذه الطريقه هذه، وعاد نقطعوهم مربعات صغار. نقطعوا دابا مطيشه حتى هي على الطول، نعاود نقلبوا نقطعوا مربعات صغار. عندي هنا المعدنوس مقطع رقيق، عندي واحد الطرف ديال الحامض مصير مقطع حتى هو رقيق. غنضيف لهم هذيك الفلفله ومطيشه اللي قطعت، نضيف لهم الماء ديال المطيشه، شويه الكمون واحد نص معلقه، الملحه على حسب الذوق
ديال كل واحد، والزيت البلديه، زيت الزيتون. ونخلط الخليط كله. وراه نخلي لكم في صندوق الوصف الشلايط كلهم اللي كنت صاوبت معاكم، الروابط ديالهم نخليهم في صندوق الوصف. ها هي هذه الشلاضه الاولى، هي وجدات معانا، تتجي على هذا الشكل هذا، تنحطوها في قطيرات صغار. دابا ندوزو نصاوبوا الشلاضه الثانيه. دابا الشليضه الثانيه هي ديال القرعه. راه سبق لي صوبت لكم القرعه مشرمله. دابا هذه عاوتاني طريقه اخرى. عندي هاد القريعات هادو هما صغيورين، غنقسمهم في النص. عندي هنايا شويه د الكمون، مع دابا انا هنصاوب هي كميه قليله، راهي كل حاجه منها شويه د الملحه، حيت الملحه مازال عاد نسلقوها مع القرعه. شويه ديال التحميره، 3 ضريصات صغار ديال الثومه، وشي قريصه ديال الحار. وحتى هاد الطريقه هذه ديال هاد القريعه تتجي غزاله. هانتوما شتي هي القرعه عندها بزاف ديال زعما تنصلحوها بزاف، كل مره تتاكلوها في مذاق. دابا نصاوب معكم هذه، ديك المره صاوبت معكم الاخرى، دابا نحطها لكم في صندوق الوصف. وكنت صاوبت معكم القرعه الشرقيه باللحم والزعتر، هي هذه. انا دابا غير تنوريها لكم. دابا شتي هذه تنطيبوها بالزعتر. دابا نخلي لكم صندوق الوصف الرابط ديالها. عاوتاني هاد القريعه هذه كاينه اللي كبر منها شويه، تنطيبوها اللحم بمطيشه والبصله والقزبور. هانتوما شتي شحال ديال الطرق. وهذه نيت تنقطعوها دوائر صغيره، ونقطعوها ونطيبوها مع الملوخيه والبصله ومطيشه. الكبيره ديال هذه تنصاوبوها حتى هي في الكسكس، او تنصاوبوا هذه حتى هي. المهم راه كاين طرق كثيره وعديده هنايا في المغرب الحمد لله. كل مره الواحد حتى الا بعدا وجدات هاد القريعه كل مره يصاوبها بطريقه مختلفه. دابا عندي هنايا هاد العناصر كلها، وغنضيف لها زيت الزيتون والمعدنوس مقطع. ها حنايا راه بطبيعه الحال تنغسلوها مزيان، تنغسلو وحده بوحده، تنقطعوها في النص، تنعاود بهذه الطريقه صافي. ونضيف لها شويش ديال الماء وشي غبيره د الملحه باش ملي نخلطوها ما تجيش باسله. ونردوها تسلق، راه دغيا تتسلق. ملي تغلى واحد 10 دقائق. هاد الثومه هادي دابا ضفت هنا المعدنوس والعصير ديال الحامض، ونضيفو زيت الزيتون، ونخلط هاد العناصر كلها. صافي ونغطيها ونخليها. ملي تسلق لي القريعه ونصفيها، غنضيف لهاد العناصر معلقه كبيره ديال ديك الماء فاش تسلقات القرعه صافي. ونديروا القريعه هنا ونخليوها تشرمل، وندخلوها للثلاجه تبرد، وتنقدموها بارده شليضه حتى هي بجناب الطبله. وها هي ديال القريعه تسلقات. دابا ضفتها لهاد الشرموله ونحركو غير بشويش
صافي، وهي الشليضه ديالنا وجدات، تنحطوها تبرد. دابا ندوزو نصاوبو الشليضه الثالثه. دابا غندوزو نصاوبو الشليضه الثالثه اللي معروفه عند الجميع وتيحبها الصغير والكبير. عندي هنايا مطيشه انا منقياها ومحيده لها الزريعه، وعندي واحد البصيله ها هي هادي، وعندي المعدنوس ها هو هذا. دابا نقطعوا هاد المطيشه وهاد البصيله هي الاولى. دابا نقطعوها بهاد الطريقه هادي. البصله حتى هي نقطعوها. دابا نعاود نقلبوا البصله بهذه الطريقه ونقطعوها عاوتاني هكا ونقطعوها رقيقه. وها هي دي مطيشه والبصله قطعتهم. دابا غنضيف لهم المعدنوس. المعدنوس تنديروه بزايد، ونضيف لهم شويش ديال الملحه، وشويش ديال الابزار، وزويته بلديه. دابا نضيف الزيت البلديه، واخر حاجه شويش ديال الخل. صافي ونخلط الشلاضه صافي ونخلطوا ما بيناتهم. وها هي دي الشليضه ديالنا وجدات، وها هما دو شليضات ساهلين ومعروفين هنا في المغرب ولداد، بلا ما ديك قوه المايونيز والواحد القوام وكلشي في الاخر تيضيعها. المهم بعدا شلاضه صحيه. وراها نخلي لكم كما قلت لكم صندوق الوصف وعلى المنتدى جميع الشلايض اللي كنت صاور تنافقوهم مع المشاوي العيد، والله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحه وبالرزيق وباش تتمناو. خليت لكم الراحه في هذه الساعه. بسلامه عليكم.